السلام عليكم ومرحبا بكم متابعيني الكرام. ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا متهنيين. طليت عليكم بعد غياب طويل بوصفة مطلوع الطاجين اللي ان شاء الله تعجبكم. هذه الوصفة لهذه المقادير نحتاجو بسم الله. عندي 3 كيلات سميد متوسط مع كيلة فرينة، اكيد غربلتهم. نضيف لهم 2 مغارف كبار خميرة الخبز، مغرفة صغيرة سكر، و2 مغارف صغار زيت، ومغرفة صغيرة زبدة تكون طرية، ونضيف الملح على حسب كمية العجين. نحرك هذه المواد الناشفة ونبدأ نعجن بالماء يكون سخون. نضيف الماء غير بشوي ونعجن، ماشي نضيف الماء على ضربة واحدة، هكذا يفسد لنا العجين. نبقى نلم فيها ونضيف الماء غير بشوي. نبقى نعجن فيها مدة 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى نلقاها طرية. دوك نغطي عليها وخليها تروبوزي مدة ربع ساعة، بعد نعاود نولي ليها نلقاها طلقت روحها وضاعفت شوية في الحجم تاعها. في هذه المرحلة شمخ يدي بشوية ماء ونحط العجين في البلون دو ترافاي ونبدأ نعجن فيها. هذه المرحلة ضرورية. مطلوع تاع السميد لازم يتعجن. نعجنه بهذه الطريقة، هي جيت تلاصق شوية ودوكا مع العجن تبدأ تنشف، وعلى حسب نوعية السميد. كاين سميد اللي يشرب، كاين سميد ما يشربش يولي يطلق في الماء. نعجنها بهذه الطريقة ونخبطها شوية باه يجينا هذا المطلوع يجي خفيف. نبقى نضيف قطرات من الماء ونعجنه ونخبطه بهذه الطريقة. في هذه المرحلة أنا كملت العجين وراه طري. دوك نقسم هذه الكمية على 3، جاوني 3 خبزات متوسطين، نديرهم بنفس الحجم هكذا بالعين، عينك هي ميزانك، ونلمهم بهذه الطريقة. دوك نسقمهم بهذه الطريقة هاد الخبيزات باه يجونا متساويين وتجينا العجينة رطبة، الملمس تاعها يجي رطب. بعد ما نكبرهم مليح هاد الخبيزات، عندي هادو خاصين بالمطلوع، كانت شراتهم لي عمتي ربي يحفظها ويعطيها صحيحتها. بخاتيك والقماش تاعهم
تاني بزاف هايل. نحط الخبيزات ونطرحهم، ومام طون يسهلونا كي نجو نقلبو الخبزة، جينا العملية سهلة. نطرح الخبزة الأولى هكذا باليد، نزيد نقلبها ونطرحها، يعني بلا ما نحتاج انه نزيد ندر لها الفارينة. نطرح الخبزة الأولى ونسوي لها الجوانب ونغطيها هكذا بطرشونة. دوك نمر باش نزيد نطرح العجينة الثانية او الخبزة الثانية، نطرح بشوية ونقلب. دوكا نديرهم على حساب هادو طراشن تاع المطلوع ونغطيهم. بعد ما تمر 10 دقائق او ربع ساعة يبدا المطلوع يبدا يخمر. نحط الطاجين في الطابونة يسخن. دوك نبدا باش نحط المطلوع يطيب على نار قوية في الطابونة بهذه الطريقة ونحرك. هذه هي الخبزة الأولى طابت. دوكا باش نحوشيها يعني في الجوانب تاعها ونزيد نطيب الخبزة الثانية. ندير بهذه الطريقة ويجونا سهلين باش كي نقلبو الخبزات. بعد ما طاب المطلوع نحوشيه في الجوانب وندهنه بالزبدة. هذه الزبدة تجي تبرق وتعطي لها بنة، والمطلوع هو سخون ندهنوه. هادو هما جا خفيف ريشة. دوكا نقسمهم. وهاد الكمية اللي درتها كان درت لي كيما راهم لهنا 3 خبزات. واكيد الخبزة مدوها للجارة باسكو هذا المطلوع ريحته تنشم من 7 جار. هذا هو اللون تاعو، جا محمر وجا خفيف. ان شاء الله تجربوه. هذه الوصفة معتمدتها من بكري، حبيت نشاركها معكم. واللي اول مرة يشوف القناة يفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد، وديروا لنا جيم وتعاليق جميلة. وان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها. ان شاء الله الى فيديوهات قادمة، ونخليكم على خير وسلام.